يوم 25 يناير 1952 قائد القوات البريطانية في منطقة القناة البريجادير أكسهام بيحاصر مبنى محافظة الإسماعيلية، وبيدي إنذار لقائد قوات الشرطة المصرية مصطفى رفعت وبيقول له احنا محاصرين القسم بتاعكم، استسلم وسيبوا أسلحتكم جوه القسم واخرجوا وانتم رافعين ايديكم فوق راسكم. طب ايه السبب اللي خلى الانجليز يقرروا يحاصروا القسم ده اساسا؟ جه لبريطانيا تقارير ان قوات الشرطة المصرية هي اللي بتساعد الفدائيين في عملياتهم وبيخبوا اسلحتهم جوه اقسام الشرطه، فراحت بريطانيا مطلعه قرار يوم 23 يناير 1952 بنزع سلاح الشرطه المصريه وترحيل كل افراد الشرطه من الاسماعيليه للقاهره. القوات البريطانيه جايبه 7000 جندي وعربيات مصفحه ومدافع رشاشه واقفين قدام مبنى اسم شرطه الاسماعيليه ومحاصرينه، وجوه الاسم عدد من الضباط والجنود المصريين عددهم ما يزيدش عن 150 ومعاهم بنادق بدائيه من اللي بتضرب رصاصة برصاصة. اتوقع الانجليز ساعتها ان المعركة دي اخرها ساعة وتخلص، لكنهم اتفاجئوا ان القتال استمر اكتر من 5 ساعات. فضل الضباط والجنود المصريين بيقاوموا ورافضين الاستسلام لحد اخر نفس فيهم، لحد ما الذخيرة اللي معاهم كلها خلصت، واستشهد منهم 56 جندي واتصاب اكتر من 80. وقتها البريجادير اكسهام قال لمصطفى رفعت على الرغم انكم اعدائنا لكن من حقكم علينا ان يتضرب لكم التحية العسكرية على البطولة اللي انتوا عملتوها.